معانا الأستاذ ممدوح إسماعيل محامي الأستاذ عصام سلطان في القضية المرفوعة من المستشار أحمد الزند. أستاذ ممدوح أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. ازي حضرتك؟ الحمد لله. 26 يونيو القضية بتاعتكم، و30 يونيو احنا عارفين ان في تحضير لايه، والظاهر ان الجماعة عايزين يخلصوا قبل اول 7 يعني. 26 يونيو قضية ايه؟ مش واخد بالي. قضية دعوة الزند ضد دعوة احمد الزند ضد عصام سلطان. النهارده كان تحقيق في حوالي 1200 بلاغ متقدمين ضد عصام سلطان. 1200 بلاغ. كويس. من اعضاء في النيابه والقضاه بيتهموا فيها بإهانة القضاء، والطريف ان هذه البلاغات مقدمه من سنه وكلها متعلقه بتصريحاته الاعلاميه وما قالوا في مجلس الشعب متعلق بقضيه مبارك وعبر القنوات. طب هو ينفع ان حد يتحاسب على اللي بيقوله تحت قبة مجلس الشعب؟ لا طبعا، ده نص دستوري. لا طبعا. طيب امال ازاي في بلاغات في تصريحات اخرى خارج نطاق القبة في الفضائيات. ايوه، ما انا بسأل. لا، الفضائيات والاعلام ده يجوز. انا بسأل هل يجوز مقاضاة نائب بسبب ما قاله تحت قبة مجلس الشعب؟ لا طبعا قانون. طيب ازاي ان في قاضي او وكيل نيابة مقدم بلاغ، وازاي ان البلاغ ده اتحرك؟ المهم بس احنا ال 1200 بلاغ معظمهم 1000 يعني و100 بلاغ اسطمبة واحدة، يعني مكتوبين بورقة واحدة بلغة واحدة بكلمة واحدة بخط واحد، تختلف في التوقعات، والتوقعات مكتوبة معظمهم خط واحد. وكان مكتوب في كل بلاغ انه مرفق فيه دي اللي هو الدليل بتاع الاتهام. فطبعا اخونا عصام طعن بالتزوير في هذه البلاغات، وكان الاصل ان يكون مقدم 1200 سي دي، وجينا ب 25 سي دي بس هم الموجودين، وال 25 سي دي مش موجود عليهم اسماء اللي قدموهم او طبع عني بلاغ. فطبعا بالتزوير في السيديات برضه. طب ليه ما طلبتش احاله البلاغات لخبراء خطوط لاثبات كتابتها بخط واحد؟ ما هو طعن بالتزوير فيها بكل ما يمليه الطعن بالتزوير يعني. واخد بال حضرتك؟ وطبعا بالتزوير في السيديات نفسها، وطلب حالتها الخبراء اعلام. وكان قبل ما يدخل التحقيق كان قدم رد رئيس الدايره والدايره اللي بتحقق معاه كقضاة تحقيق في هذه البلاغات، واعلمهم ان هو قام بردهم، ومع ذلك استمر في التحقيق، وارادوا ان هم يفرغوا كل سي دي قدامه، فرفض واصرنا على ان هو يرفض الاستماع ليها لان هو مطعون عليها بالتزوير، فلا داعي للاستماع اليها مطلقا او تفريجها او استماع او استخدامنا باي دليل يعني. طيب اذا نحن الان يعني الخطوه التي وقفنا عندها هي الطعن بالتزوير في هذه البلاغات، باعتبار انه السيديهات التي تشير الى انها قدمت لم تقدم. في البلاغ وفي الدليل المقدم في البلاغ نفسه. نعم. طيب ايه ابرز الاسماء او ابرز الجهات اللي مقدمه هذه البلاغات؟ لا دي اسماء وكلاء نيابه وقضاه تم توزيع. طبعا الطلب هو كمان ان الدائره تقوم بمعاينه الفاكس بتاع نادي القضاه اللي ارسل هذه البلاغات اسطمبه عشان يوقع عليها وكلاء النيابه في تاريخ معين على هذه الاستنباط من البلاغات يعني، والدائره لم تمتثل لهذا الكلام يعني. الدائره لم تمتثل ولا امتثلت؟ لم تمتثل. المهم لم تمتثل يعني طلب هذا الطلب من القاضي والقاضي لم يمتثل. لا لم يرفض لكن لم يمتثل يعني. الشاهد ان هو ايضا اخونا عصام دفع بان لا توجد شكوى رسميه من الجهه الرسميه المخول لها ان تقدم بلاغ لاهانه السلطه القضائيه كما اتهموه، وهي المجلس الاعلى للقضاء لم يقدم اي بلاغ ولم يتهموا باي بلاغ، وهو الجهه الرسميه الوحيده المخول لها ان تتقدم باسم القضاه فيما يتعلق باهانه السلطه القضائيه. طيب في المقابل كان في بلاغات مقدمة من قبل الأستاذ عصام سلطان ضد بعض الشخصيات يعني، هل هيطلب ضم القضيتين مثلا على بعض؟ لا هو في طلب آخر حاجة، كان في آخر بلاغ أخونا الأستاذ عصام كلمني فيه إنه قدم بلاغ ضد المستشار الزند
بالسب والقذف، والنيابة استمعت للدليل المادي اللي هو السند إليه في السب والقذف، قدمت مذكرة لمجلس أعلى القضاء برفع الحصانة عن المستشار الزند للسب والقذف. ده ثالث مذكرة تقدم مجلس أعلى القضاء لرفع الحصانة عن المستشار الزند. طيب يعني بس برضه احنا لغايه دلوقتي واقفين عند حدود مذكره بطلب رفع الحصانه. استاذ ممدوح اسماعيل، يبدو اننا فقدنا الاتصال. طيب يبقى احنا واقفين عند انه في 1200 بلاغ مقدمين ضد الاستاذ عصام سلطان باسماء اعضاء في النيابه وقضاه. هذه البلاغات مقدمه منذ سنه، متعلقه بتصريحات اعلاميه قالها الاستاذ عصام سلطان، وبعضها متعلق ببعض الاراء او بعض العبارات التي قالها تحت قبه مجلس الشعب عندما كان نائبا في مجلس النواب او في البرلمان او في مجلس الشعب. قانونا لا يجوز ابدا مؤاخذه النائب، يعني لا يعتبر لا ما ياتي في مرافعات المحامين ولا ما ياتي تحت قبه مجلس الشعب ولا ما ياتي في شكاوى المتشاكين لا يعتبر سبا ولا قذفا. لا يمكن تعتبر ان اللي النائب بيقول ده ليه صيانه لحق النائب وصيانه لحق المرافعه وصيانه لحق التشاكي. يبقى الكلام لما تيجي تشتكي واحد تقول انه ده فيه سب وقذف ارتكبه وهو تحت قبة مجلس الشعب، دي جريمة منعدمة، لانه لا يجوز اعتبار ما جرى تحت قبة مجلس الشعب لا هو سب ولا هو قذف. وهناك بلاغ مقدم من الاستاذ عصام سلطان ضد المستشار احمد الزند، وقدم دليل مادي دليل على انه حدث كما قال يعني سب وقذف من جانب المستشار احمد الزند في حقه، وقدم على هذا دليلا ماديا. وما زلنا بصدد طلب رفع الحصانه اللي انا يعني اعتقد انها لن ترفع، عشان بس نبقى كده واضحين مع بعض، لانه اصل عشان العدل ياخد مجراه وعشان الدنيا تمشي بجد لازم يبقى في ثوره بجد، وهو اصل ما فيش ثوره بجد قوي يعني. فيا اما يبقى عندكم ثوره بجد يا اما كل سنه وانتم طيبين. فده بالنسبه لحكايه الاستاذ عصام سلطان. بالنسبه للاستاذ عصام سلطان بالمناسبه يعني الاستاذ عصام سلطان نفسه هو من الناس اللي شايفين ان في ثوره بجد، انا مختلف معاه في الحكايه ديت. وانا بس يعني ايه نفسي اقول له يا استاذ عصام راجع كده الموقف ده، ويا ريت حضرتك تتكرم علينا باتصال او تتكرم بانك ترد على اتصالاتنا بيك علشان تتاكد من انه اصله مفيش ثوره بجد، ولانه مفيش ثوره بجد فمفيش حق بجد. يعني يمكن الموقف ده يأكد لك كلامي. على أي حال معانا دلوقتي الدكتور أحمد زعزع المتحدث باسم رابطة المصريين المعتقلين، رابطة أهالي المصريين المعتقلين في الإمارات. دكتور أحمد أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. الموقف إزاي دلوقتي بالنسبة للمصريين المعتقلين في الإمارات؟ هم كم واحد الأول اللي موجودين هناك؟ هم حاليا 15 واحد معتقلين في الإمارات من أبهاتنا المصريين. موقفهم حاليا هم بيتعرضوا على النيابة بشكل دوري شهريا، بيتم تجديد حبسهم لمدة شهر بدون وجود أي محامي يشهد أي تحقيقات أو أي حاجة، ولا حتى السماح للسفير غير مرتين بس لزيارتهم. طيب هم مش سمحوا لهم بتوكيل محامين مصريين؟ للأسف وزارة الخارجية من شهرين وما زلنا متابعين معها الأمر ديت، هي لسه بتسعى في الموضوع ده. يعني التأخير من الجانب الإماراتي ولا من الجانب المصري؟ إيه ده؟ التأخير من الجانب الإماراتي ولا من الجانب المصري؟ لا، من الجانب المصري. من الجانب المصري. طيب احنا اللي غلطانين يعني. ايوه بالظبط. طيب اعتقد ان في احد المعتقلين ال15 اللي حضرتك اتكلمت عنهم هو صحفي، واعتقد ان زوجة المعتقل طالبت بمقابلة نقيب الصحفيين وبأن يتحرك نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان كما ينبغي يعني وكما يملي عليه منصبه لصالح هذا المعتقل او من اجل المطالبة بالافراج عنه. هل حضرتك عندك فكرة عن تطورات الموقف ده؟ هو فعلا كان الطلب عام بالنسبة لكل النقابات المهنية بشكل عام، حتى كان في طلب مقدم بالإضافة لكده من نقابة الأطباء، نقابة المهندسين،
النقابات المهنيه كلها كانت مقدمه طلبات السفر والاطمئنان على المعتقلين هناك، والحمد لله يعني هو اتقبل الطلب بتاع الاستاذ ضياء رشوان اخيرا ان هو يروح يزور الدكتور احمد جعفر في المعتقل، وكانت زياره ان هو بيطمئنه يعني على حاله وبيقول له ما تقلقش وثق بربنا وان شاء الله الفرج قريب. هو الدكتور احمد جعفر في الامارات بقاله قد ايه؟ بقاله في حدود ال 25 سنه تقريبا. بقاله 25 سنه في الامارات، وبعدين الامارات اكتشفت دلوقتي ان هو بيعمل عمل سياسي مخالف للقانون. ده وليه مقالاته كبيره وليه برامج تلفزيون على التلفزيون المصري والراديو، قصدي على التلفزيون الاماراتي والراديو الاماراتي كمان. يعني هم قعدوا يشغلوه في الصحف الاماراتيه وفي التلفزيون الاماراتي وفي الاذاعه الاماراتيه 25 سنه، وبعدين اكتشفوا ان هو سياسيا خارج على القانون. ما هي ان كانت تدل، يا اما تدل على ضعف الجهاز الامني عندهم، او ان هو الموضوع من اساسه غير قانوني وغير واضح، او ان الموضوع ان في ثوره حصلت في مصر فبقى الجماعه دول مش على المعده قوي يعني. بس احنا مش حابين قضيتنا تظهر بالصوره دي، احنا حابين قضيه تظهر قضيه انسانيه، لان في حالات فعلا يعني في حالتين، حاله منهم عملت عمليه جراحيه وهي في المعتقل، وحاله ثانيه حالته متاخره فعلا يعني من المعتقلين 15. طيب طب الجماعه اللي هم المرضى دول، يعني احنا بنطالب الكيان الصهيوني بانه هو يفرج عن الاسرى الفلسطينيين المرضى، مش كده؟ الجماعه المرضى يعني دول ما طلبوش افراج صحي او تدخل الجهات الدوليه للافراج عنهم او شيء من هذا القبيل؟ بالظبط، يعني في عندنا الباشمهندس ابراهيم عبد العزيز دوت مهندس عنده 65 سنه، مدوله في الامارات 5 سنين بالاضافه بعد سن المعاش عشان هو كفء وحاجه كده، فهو عنده خشونه في المفاصل وعنده الفقرات الظهر تعبانه، عنده ديسك، وغير كده نظره ضعيف جدا وبيلبس سماعه في الاذن. ربنا يشفيه. حارمينه من النضاره ومن السماعه، زي معزول عن العالم كله. حارمينه من النضاره من السماعه، لا بيسمع ولا بيشوف، عازلينه يعني. لا بيشوف ولا بيسمع. يعني كانك حبسه في ناقوس زجاجي مثلا. بالظبط، ده غير الاحتجاز اللي يعني انت محتجزه في اوضه انفراديه مش مع حد. طيب. ودوت باقرار من وزاره الخارجيه نفسها، احنا دايما كنا بنقول لهم ان هم في احتجاز فردي، لسه اقروا بيها من شهر ان هم يجب فك الاحتجاز الفردي من عليهم. دكتور احمد، أيوة حضراتكم دلوقتي ايه خطتكم للتحرك وايه اهم مطالبكم، ومطالبكم دي موجهه لمين؟ مطالبنا واحده، رقم واحد الافراج عنهم بشكل فوري، لان كل الموضوع من البدايه من اول الاعتقال لغايه النهارده غير قانوني وليس له علاقه بالقانون الدولي اصلا يعني من الاول. ده رقم واحد. رقم اثنين، فك يعني يا ريت من دلوقتي فك الحبس الانفرادي عنهم، لان ده لا يليق بمستواهم الاجتماعي ولا بسنهم. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، السماح للمحامين المصريين بالدفاع عنهم، مش ان انتوا توكلوا لهم محامي سوري يمشي الاجراءات زي ما هو متخيل وخلاص. طيب. يعني هي دي ثلاث مطالب اساسيه احنا مش هنتنازل عنها. انتوا رفعتوا المطالب دي لمين؟ احنا رفعنا مطالب، حاليا مقدمين المطالب دي للامم المتحده بحيث تطلع لنا اقرار مادي ان الاحتجاز نفسه غير قانوني من الاول خالص. طيب. ودي ان شاء الله قريبا هنوصل فيها الحل. هل في تحركات مع المسؤولين في مصر او مع المسؤولين في الامارات؟ معلش حضرتك، هل في تحركات مع المسؤولين في مصر او المسؤولين في الامارات؟ فعلا احنا من حوالي شهرين او 3 شهور زيارات دوريه مع وزاره الخارجيه مع الدكتور علي العشيري، بنحاول ننظم خطواتنا وماشيين في الاجراءات الرسميه للمواضيع دي، مواضيع المحاميين عن طريق وزاره الخارجيه، وبرضه عن طريق وكالات حقوق الانسان زي الهيومن رايتس ووتش ومنظمه العدل الدوليه وكذا منظمه ثانيه، يعني متعاونين معانا جدا في موضوع تدوير القضيه يعني. دكتور احمد، في اي تفاصيل ثانيه حضرتك تحب تقولها؟ والله انا احب يعني اناشد كل الناس، احنا مش زي ما القضيه اتصورت لكل الناس انها قضيه سياسيه او قضيه ليها علاقه باي حد، هي قضيه انسانيه من الدرجه الاولى، ناس مالهاش ذنب في اي حاجه، عاشت حياتها في الخليج
يعني زي كل المصريين اللي سافروا الخليج، عاشوا واشتغلوا طوروا ونموا البلد، فكانت ده جزائهم في الاخر ان هم اتحبسوا واتعذبوا. يعني هو يمكن يا دكتور احمد ان هم مستخدمين بشكل لا انساني في ايصال رساله بانه يعني لم يعد مرغوبا فيكم بعد الان في بلادنا. ده اللي انا اقدر افهمه. حضرتك يعني هي برضه يعني حته انهم غير مرغوب فيهم، ما في مصريين لسه هناك. بس ما فيش تاشيرات جديده مثلا بتطلع. انا مش عارف، بس هو يعني احنا ده كله ما يديلهمش العذر ان هم يعملوا كده في اي حاجه. اكيد، ما انا ما بقولش ان في عذر، يعني احنا ده ما انا فيهوش لا عذر، التمس فيهم العذر ده ولا بدور لهم على سبب للي عملوه، بس هي الفكره ان كل اللي عملوه يا ريت نلحقه قبل ما تبقى الاضرار اكتر من اللي حاصل حاليا. طيب. الدكتور احمد زعزع المتحدث باسم رابطه اهالي المصريين المعتقلين في الامارات، اشكرك شكرا جزيلا. واعتقد انه احنا يعني وضحنا الى حد ما او بقدر المستطاع قضيه اخواننا ال 15 المعتقلين بدون مناسبه وبدون سبب في دوله الامارات، وسنتابع القضيه ان شاء الله لو فيها اي مستجدات.